بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد. فضل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. Paygamberi beri dozalş düyüsü dayaq duhar. وسبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل يلجن يعشقنت وابني خديجة شقنت وفاطمة فاطمة ذات النقاء تنخليل فاطمة نقاء بوشن معنى نش الصفاء بوغدو الخلوص بوغدو الطهر بوغدو. وسبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل يلشن يعشقنت وابني خديجة شقنت وفاطمة ذات النقاء تنخليل إبيتمت تبحبحو ييتا شي دقا ديكالش يلشبو شي ديكالش ييتا ريح شورتو يلشبو شي ديكالش ييتا ريح برغتو يلشبو ديكالي توقون يحباخن بو. الشرح استيت حاله بيتخ قيتوش شرح ديوشر دوي. قول الناظم رحمه الله تعالى سيلح وجه الله خنغي تنبويل تنخ بيت خوشو إيلر وسبطي رسول الله ال ديل إلشن يعشقان يعني ويشت إلش إشي الحسن والحسين حسن حسين ويترك رضي الله عنهما الله ريز خليل ترشن. والسبط سبت إلشي هو ابن البنت إذا يعقن تخلو. والحفيد حفيد الشي هو ابن الابن كنت كنتخل سبت اللحة يعقنتو حفيد اللح كنت كنتو. فالحسن والحسين حسين هما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل يلشن يعا شكنتو أي وشت الشي ابن بنته فاطمة تن يعا بيدمتي شكنتو إشي وهما إشي سيدة شباب أهل الجنة يلسمن يتشحبلو كيجيرشنيغا خيرولشو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيامرا شي حديث ديت ما ديت سر خاء ما خاء إيتر دوز ما دوز زيتر قوله بيتح إيلرتو وابني خديجة شكانت أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم بيامري يلشن درق بيرش من خديجة وديندو ما عدا إبراهيم وترك فهو من ماريا القبطية قبطي مارية وينو. وأما بقية أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم قدلوا يلشن بيرش فكلهم من خديجة يشدرق خديجة ديندو رضي الله عنها الله ريز خليتهم. وله منها أس خديجة يلشن وينا ابنان شي كانت خلا مات في حياته إشي ديل يلش دينا ولش ولا ولا عليه الصلاة والسلام في مكة إش مكة بلش. قوله شيخ إيلر بيتشكح وفاطمة بيدمت هي فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أصبيت يحتو يوتشل بيدمت يلشن يعبيدمتيو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها فيغمرنا دقي زشخ اللئز. وكانت إذا أقبلت إتسيوغ خينح قام إليها حلقة دحل ودشخ اللتن يلج وقبلها سنة برت باقية وأجلسها إلى جنبه شين أولي وحا وشخلته فاطمة إش دقي يشخل يلجن عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.